الكتكوت النهارده سعره وصل ل 56 جنيه. يا ترى اشتري كتاكيت ولا استنى شويه؟ وهل الكتكوت وهو غالي بيكون افضل ولا وهو رخيص اللي بيكون افضل؟ ويا ترى سعر الكتكوت هيخليني اكسب ولا هيخسرني؟ يلا بينا نخش على التفاصيل على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب أشوفكم في أحسن صحة وحال. وزي ما تعودنا دايما نبدأ بذكر الله وبالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وفيديو النهارده عن أسعار الكتاكيت واللي وصلنا له في سعر الكتكوت. والكتكوت النهارده وصل لسعر ما ينفعش بصراحة، عمره ما وصل لي قبل كده، هو 56 جنيه. والمربي هنا محتار يشتري كتكوت ولا لا، ويا ترى هتجمع معاه في الآخر ولا مش هتجمع معاه. والكتكوت ده نوعه كويس او الانواع كويسه ولا تعبانه؟ والله انا من وجهه نظري شايف ان الكتكوت لما بيغلى جودته بتضعف. ازاي بقى؟ في بعض الشركات اللي ما عندهاش ضمير او بعض التجار اللي ما عندهمش ضمير، اول ما بيلاقوا الكتكوت غالي بيبقى نسبه الفرز عندهم بتضعف شويه. يعني لو كتكوت في مشكله او في كذا بيبتدوا يطلعوا، مش عايزين يخسروا كتكوت سعره 56 جنيه او 55 جنيه، فبالتالي بيدوك كتاكيت فيها، في كتاكيت فيها تعبانه. وانت ممكن مع كتر العدد او الكميه اللي قدامك ممكن ما بتلاحظش المشكله دي. كمان في بعض الامهات بيبقى فيها مشكله، مثلا المفروض ان الامهات دي تتعالج، يعني المفروض الامهات دي تتعالج عشان البيض بتاعها يطلع كويس. اول ما بيشوف ارتفاع في سعر الكتكوت بيبتدوا يلخصوا، عايزين يعملوا انتاج بسرعه، عشان طبعا ده الموسم بتاعهم وده الكتكوت هنا سعره مرتفع. انا طبعا مش بعمم لكله، فيه بعض الشركات محترمه وبعض الشركات عندها ضمير، ولكن معظم الشركات او معظم التجار بيطلعوا كتكوت برضو بيبقى فيك منه كتكوت تعبان. كمان في حتة تانية، انا سعر الكتكوت عندي 56 جنيه، زائد طن العلف عامل 22 ألف جنيه، يعني الكيلو العلف هيبقى عامل بمعدل 22 جنيه. يعني 3.5 علف عاملين 3 كيلو ونص علف عاملين 77 جنيه. طيب 77 جنيه زائد 56 جنيه سعر الكتكوت ادي 133 جنيه، زائد لو حطينا قلنا مثلا ال 17 جنيه، مثلا ال 17 جنيه على ان كان ادويه او غيره او غيره، يعني الكتكوت كده هيكلفني 150 جنيه. طيب انا لما اقوم اكلف كتكوت عندي 150 جنيه هيديني مثلا فرخه 2 كيلو ولا 2 كيلو و100 او الكلام ده كله، يبقى انا هبيعه بكام؟ بيع ب 180 جنيه، 30 جنيه في الفرخه. انت ما حسبتش نافق، ما حسبتش لا قدر الله لو جالي فيروس، لو جه فيروس عندي في الكتاكيت او جه فيروس في الفراخ او الكلام ده كله. زائد كمان انك ما حسبتش كمان ان ممكن البورصه تنزل، يعني ممكن فجاه كده الاقي البورصه نزلت معايا ل 80 جنيه او الكلام ده كله. هيبقى الموضوع كده مش ممكن يا مخسر معايا يا اما لامم ثمنه بالعافيه. يعني اللي هيشتري كتكوت في الوقت ده كبيره كبيره هيلم دورته بالعافيه، او لو كسب ربنا كرم وكسب هيكسب حاجات على القد، يعني ما تستاهلش المجازفه دي كلها. فانا من وجهة نظري واللي انا شايفه انك تهدى على سعر الكتكوت شويه، لما سعر الكتكوت يهدى شويه، سعر الكتكوت يهدى شويه، كمان نكون عدينا مرحله الفيروزات والكلام ده كله. شهر 2 و3 دول بيبقى فيهم في الفيروزات عاليه، تجلب الجو زي ما حضراتكم عارفين بيبقى نسبه الفيروزات عاليه. فمن وجهة نظري لا، لو انت مش مهم جوي او مش مرتبط جو، قادر تصبر شويه، قيمة الأسعار تهدى شوية، اصبر. مش قادر وعايز تكمل وما ينفعش تقف، خلاص يبقى معاك ربنا وإن شاء الله ربنا يكرمكم وكملوا. ولكن نصيحة مني، اللي يقدر يهدى شوية كده وربنا يكرمه ويستنى شوية قيمة السعر يريح، أو يشوفوا لنا حل في موضوع سعر الكتكوت ده وإيه اللي خلاه ارتفع بطريقة بشعة وبشكل جنوني كده، ويشوفوا لنا حل فيها كده لحد ما نشوف حل في موضوع الكتكوت ده. يعني كده حوالي 15 جنيه في الكتكوت، يعني أنا لو جايب 1000 ب 15,000، لو جايب 5000 مثلا، أقل مزرعة دلوقتي 5000، يعني اضرب 5000 في 15 عامله لها 75,000 جنيه. حرام لما أنا أقوم أحط 75,000 جنيه زيادة يعني، خاصة إن إحنا في وقت فيه فيروزات، في نيلة، الدنيا مش مظبوطة معانا خالص. يعني باختصار ونهاية الكلام ان انا شايف ان احنا نستنى شوية او نهدى شوية على تربية الفراخ البيضاء. والله ده كان رأيي، يا ريت لو عجب حضرتك الفيديو تمام، ما عجبش حضرتك اكتب لنا في كومنت وقول لنا وجهة نظرك. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.